أيها المزارع الجميل، أيها الصياد الجميل، اصبروا. فالرئيس السيسي زي ما انتم شايفين كده على ايده الخير ما شاء الله. $10 مليون متر مكعب ولا مربع هيخش في المكنه دي. بقى في مكنه كبيره هتدور ال10 مليون دول، نزرع منهم 2.5 مليون فدان، والباشا اللي قاعد على النيل يبقى النيل بيعدي من قدامه. حاجه في الخيال الرسمي ما اتعملتش في امريكا دي. يعني في امريكا انت ممكن تشتري فيلا في منطقه قاحله ويبقى عندك اشجار وعندك حاجات كده، تكساس مليانه، نيو مكسيكو مليانه، اريزونا مليانه، بس انت بتشتغل بالطبيعه اللي موجوده. لا، احنا هنعلم على الطبيعه. نفس البلد دي هي مش بلد تانية، مش ناس مختلفه، مش عصر جديد، هو نفس العصر، هو نفس الرئيس وهو نفس رئيس الوزراء. عملوا مصلحه اولانيه، بطلوا الترع ب 70-80 مليار علشان احنا عندنا مشكله بخر المياه، فنحافظ عليها ازاي؟ نبطن الترع. تمام. وادي بقى الرسم الهندسي للمشروع. ادي يا جماعه منطقه نيو زايد. لا، هاتوا لنا الرسم من الاول بقى. ادي بقى ايوه، عيش بقى انت مع الجرافيكس. عيش بقى وتخيل انك انت وعيالك هتبقوا محرومين اصلا من انتوا تروحوا الحته دي. انت كمواطن، انت المواطن اللي بيتفرج عليا دلوقتي ده، مش هتروح انت الكلام ده تتفسح، هتبقى التذكره ب1000 جنيه تخش تشوف ايه؟ هتقول لهم النبي يا جماعه شوف بس يا استاذ احمد، بص مطار سفنكس، اكتوبر بارك، مول ايجيبت، فاهم؟ مش عارف ايه، اوب كلوب، كينجز واي. ده كينجز واي بقى، وكل الحاجات دي الاثريه. يعني هنا متحف المصري والبتاع. تمام. فين النيل بقى؟ دخلوا لنا النيل في الموضوع. ادي النيل جاي اهو، هنقوم احنا واخدين منه حته كمان. احفر في وسط الصحراء، زود الحفر، هيبقى عندك المشروع في هذه القطعه. ولا دراسات اراضي ولا دراسات بتاع، ولا هل ده ياثر على الاثار ولا ما ياثرش، الا لو، والله العظيم، الا لو ده مشروع كبير جدا للتجاره في الاثار. لان هو المنطقه اللي المشروع ده هيحفر فيها عشان يرجع النيل منطقه اثريه بشكل رئيسي. هو نفس المنطق الستيناتي، على راس بستان الاشتراكيه، قاعدين بنهندس على الميه. احنا عايزين وبايده وبدراعه كده بغضب. رئيس الوزراء غاضب يا جماعه، وبيقول لك احنا عايزين نستفيد من امكانيات الدوله، عايزين الارض الصحراويه الفاضيه دي نخليها ارض زراعيه ونجيب فيها البشوات والبهوات وعيالهم يقعدوا يهندسوا على الميه معانا. عارف لو رئيس الوزراء حطت 4.5 جنيه في المشروع ده من جيبه، انا والله العظيم كنت رفعت القبعه وقلت كويس، الراجل بيصرف على البلد من جيبه. لكن يا جماعه لازم نشوف الاغنيه بتاعت على راس بستان الاشتراكيه، قاعدين بنهندس على الميه عشان تتحقق امام عينيك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، ان احنا في الستينات بس في 2025 بتوقيع عبد الفتاح السيسي. وبالتالي هنا مرة أخرى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة. إزاي إن إحنا بنعلي من قيمة أرض ممكن بجميع المقاييس قبل هذا المشروع وقبل الدلتا الجديدة لم يكن لها أي قيمة. هو نفس المنطق الستيناتي، على راس بستان الاشتراكيه، قاعدين بنهندس على الميه. احنا عايزين وبايده وبدراعه كده بغضب. رئيس الوزراء غاضب يا جماعه، وبيقول لك احنا عايزين نستفيد من امكانيات الدوله، عايزين الارض الصحراويه الفاضيه دي نخليها ارض زراعيه ونجيب فيها البشوات والبهوات وعيالهم يقعدوا يهندسوا على الميه معانا. عارف لو رئيس الوزراء حطت 4.5 جنيه في المشروع ده من جيبه، انا والله العظيم كنت رفعت القبعه وقلت كويس، الراجل بيصرف على البلد من جيبه. لكن يا جماعه لازم نشوف الاغنيه بتاعت على راس بستان الاشتراكيه، قاعدين بنهندس على الميه عشان تتحقق امام عينيك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، ان احنا في الستينات بس في 2025 بتوقيع عبد الفتاح السيسي.
بالم هيلز بتهندس على الميه معاهم. بالم هيلز دي يسكنها واثنين من اهم سكانها الاستاذين جمال مبارك وعلاء مبارك. يعني ده الليفل اللي احنا بنتكلم فيه، الليفل اقتصاديا وماديا واز يعني ككواليتي اوف لايف ومستوى حياه وحاله الحياه. وده جيران المشروع، دول جيران المشروع. لم يفكر حسني مبارك في يوم من الايام يعمل كده على فكره. يعني الراجل قعد رتحهم من الزمان بتاع 30 سنه، عمل كل حاجه. بالمناسبه حتى مشروع توشكا ده فيه اسئله محوريه كتير، والمشروع ده اتصرف عليه 14 مليار في تلك الايام الغابره، وكانت فضايح يعني. وفي الاخر الناس راحت اكتشفت ان مفيش مشروع ومفيش نيل ومفيش ميه ومفيش مزارع ومفيش اي حاجه. لكن انا بوريكم الرسمه الهندسيه عشان تستبشروا بالمستقبل اللي انتوا مش هتعيشوه. يعني هو المستقبل ده انت مش هتعيشه. ادي اسعار الوحدات السكنيه في مشروع جريان ايه يا حكومه بس. اسعار تبدا من 6 مليون جنيه، غرفه واحده استوديو 6 ل 7 مليون جنيه، غرفتين من 6 ل 10 مليون جنيه، 3 غرف من 2 ازاي من 2 ل 13؟ في حاجه غلط في الحكايه دي. ممكن من 20 ل 13 ممكن من 13 ل 20 مليون جنيه. واي فيلا 16 مليون جنيه، تاون هاوس 18 مليون جنيه، فيلا مستقله 20 مليون جنيه، بنت هاوس 3 غرف 15 مليون جنيه، بنت هاوس فاخر 25 مليون جنيه، وان ستوري 50 مليون جنيه، فيلا فاخره من 28 مليون. حتى للزميل اللي بيكتب يعني مش متعود على الملايين دي كلها، فكتب لك من 28,000 ل 88 مليون جنيه. لا يا طبعا من 28 مليون ل 88 مليون جنيه. خد بالك انت فاكر ان 175 مليون جنيه ده مبلغ كبير صح؟ شايفها في عينك، شايفك. لا، بالنسبه لهم ده مبلغ صغير وعادي، بل عادي جدا. بل ده واحد يعني انت ممكن يبقى خيالك ايه؟ انا في يوم من الايام هتعب واشقى وهفضل اشتغل واسرق واعمل حاجات كتير قوي عشان اجيب شقه في المشروع ده 6-7 مليون جنيه. انا عايز اقول لك انه في ناس في جمهوريه مصر العربيه دي نفسها ذاتها يعني بتعمل الفلوس دي في اليوم. ال6-7 الشقق اللي انت ما هو سعر الشقق دي بتعمله في اليوم. لكنهم مجموعه صغيره جدا قريبين جدا من وجود نظام الحكم ده ومرتبطين بارتباط موضوعي وشرطي. انت فقير انت مش لاقي صح، كلنا ظروفنا تعبانه صح، لكن الحقيقه الواقع بيقول ايه يا جماعه؟ الواقع بيقول انه لا، ده في ناس بتخطط لمستقبل مختلف خالص على راس بستان الاشتراكيه. عايزين المواطن عزيزتي المواطنه، نفس المؤسسه دي، نفس المؤسسه اللي هيقولوا لك دي بتزرع مصر وانها موجوده علشان تطور من مستقبل وحياه المصريين، مستقبل مصر. تعالوا نشوف بقى الناس اللي على الارض اللي بتزرع فعلا بيقولوا ايه على المؤسسه دي. بعد ما بعنا كل اللي نملكه وفي الاخر الارض تطلع ملك الدوله وملك الجيش، والجيش في الاخر جه خدها. انقذونا، ربنا يجعلكم سبب وتنقذونا، احنا اتخرب بيتنا والله العظيم اتخرب بيتنا. الراجل ده وجهنا ان احنا نستثمر ونزرع اراضي، واللي هيزرع ارض هيتملكها. ده كلام الرئيس، ما عملناش غيره كده، زرعنا ارض بنينا عنابر. سمعنا كلام الرئيس، زرعنا الارض وبنينا والحكومه بتاخدها تاني. قصه تقريبا مكرره. لكن طبعا تعالوا نشوف مستقبل مصر. ودي خبر اخير من مدى مصر بيقول انه مستقبل مصر يستعد لتسلم اداره بحيره البرولوس، والسيسي قال للصيادين مش عايز اخسرك بس عايزك تصبر معايا. ايها المزارع الجميل، ايها الصياد الجميل، اصبروا. فالرئيس السيسي زي ما انتم شايفين كده على ايده الخير ما شاء الله.